ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايبه لكم ازاي تحصن نفسك وبيتك واولادك وكل الناس اللي انت بتحبهم من اي عين، من اي حسد، من اي شيء. اول حاجه هنقرا الفاتحه 7 مرات. بعد كده هنقرا الف لام ميم اول 5 ايات من سوره البقره 7 مرات. بعد كده هنقرا ايه الكرسي 7 مرات، واخر ايتين من سوره البقره اللي هي امن الرسول لحد اخر سوره البقره 7 مرات. وهنقرأ سورة ياسين مرة، ولما نيجي عند آية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون هنقولها 7 مرات. وهنقول أول 10 آيات من سورة الصافات 7 مرات، والآية دي هنقولها 7 مرات: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا 7 مرات. وبعد كده هنقول سورة الإخلاص 7 مرات، وسورة الفلق 7 مرات، وسورة الناس 7 مرات. بعدين هنقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 7 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 7 مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. وبعدين هنقول أعيذ نفسي وأولادي ومالي وأهلي وما ملكت يميني بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. وهنقول تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو على كل شيء قدير، تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو الحافظ الحفيظ، تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام، تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى واسمه العظيم الأعظم من شر كل ما خلق وزرع وبرأ، ومن شر كل ما ينزل من السماء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير، ومن شر الإنس والجن وطوارق الليل والنهار، ومن شر كل شر يا حي يا قيوم. بعدين هنقول الدعاء ده: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أعوذ بجميع كلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا رب العالمين. وهنفضل نردد لفظ الجلالة يا حفيظ. هنقول: يا الله يا حفيظ، يا الله يا حفيظ، يا الله يا حفيظ، يا الله يا حفيظ، احفظني بما حفظت به أنبيائك والمرسلين حفظا يليق بجلالك وكمالك ونورك وهداك عدد علمك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم احفظني حفظا يليق بجمالك وجلال وجهك ونورك وسلطانك وعظيم قدرتك يا رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد علم الله وكما يليق بكماله. اللهم إني استودعتك نفسي واستودعتك مالي واستودعتك بيتي واستودعتك عمري واستودعتك أيامي واستودعتك كل ما أملك فاحفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين يا من لا تضيع عندك الودائع. احفظني حفظا يليق بنورك وبهداك وبكرمك يا حفيظ. ونفضل نردد كلمة يا حفيظ يا حفيظ. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وبنقرأ الآيات دي والحاجات دي بنقولها على مية بنشرب منها، بنرش فيها في أركان البيت، بنرش فيها في الدواليب بتاعتنا، بنشرب منها. يعني بنعمل مية كتير ونبدأ نستخدمها في الشرب وفي رش زوايا البيت جميعا.